على الراديو، راديو دوغما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي مستمعي راديو دوجما، أهلا بكم. وعي الأبدية. ما هو وعي الأبدية؟ الحقيقة البوست ده ممكن يزعل الناس اللي شبطانة فيها في الأرض، قصدي يعني. كل يوم بيعدي أكيد عمري بينقص، وبشعر إن النهاية بتقرب، وبشعر باحتياج إني أحس بألفة أكتر مع العالم الآخر اللي أنا أكيد رايحه. عاوز أزود وعي بيه وأتصالح معاه، وأتصالح مع فكرة إن هو ده الوطن الأصلي والدايم ليا. لازم أفرغ جزء من أفكاري ودماغي لهذه الفكرة لغاية ما تبقى قريبة مني جدا ومش غريبة عني. فكرة إني في وطن تاني مستنيني في السماء، وما سيبش عقلي كله مليان بأفكار تخص الأرض والحياة الأرضية والمشغولية، وإلا هتفاجئ بحياتي الأبدية، وبما إنها مفاجأة فربما أكون غير مستعد ليها. الحقيقة إن وقفة الصلاة وفتح الإنجيل والتسبحة والقداس والأعمال الروحية كلها ليست ممارسات لإرضاء الله وأخذ أجر عليها، إنما هي ممارسات بتزود وعيي بالأمور الروحية وشخص الله وحياة الأبدية. الحقيقة التصالح مع فكرة ترك العالم وخلع الجسد وتبديل الإحساس بالخوف من هذا الأمر إلى قبوله والفرح به هي ثمرة لهذه الممارسات. محتاجين نفكر أكتر في اللي جاي ونطرد الخوف منه. احنا اتدفع فينا تمن غالي ولينا نصيب في السماء، في حياة فرحة غير معبر عن جمالها، حياة إلى الأبد. يقول كده: لأن ليس لنا هاهنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة، في عبرانيين 13-14. ويقول كده برضو في أفسس 1:18، يقول كده: لكي تعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. غنى مجد ميراثه في القديسين. في ميراث غني جدا ودسم جدا مستنينا احنا القديسين في ملكوت السماوات. مش تخريف كاهن. دمتم في رعاية المسيح وحفظه وعنايته وسلامه، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.